السلام عليكم. النادي الافريقي غدا يتوجه الى مدينه المتلوي لملاقاه نجم المكان. يعني الحقيقه مباراه مش تكون سهله وماهيش صعيبه تو نحكيو عليها تباعا ونعطيو اسرار المباراه الكل، لكن المهم والمهم جدا انه النادي الافريقي يدعم انتصاره ويبدا يعمل في سلسله نتاع 3-4 انتصارات ورا بعضها. بالطريقه هذيك تنجم تعمل كونتور الماكسيموم تاع تنقيط الحسابات اللي هو باش يصلح لك في اخر الموسم. تريز امبورطون انك تونشيني لي بون بيرفورمانس. ماتش العمران تربح اللي بعده يلزمك تعمل بيرفورمانس باهيه. نعرفوا اللي من اول الموسم الحقيقه اون دون دو سي، يعني ما جاتناش هكا 3-4 مباريات ربحناهم. ربحنا استهلينا بالمرسى انتصار، ثم كونتر بيرفورمانس جرجيس، ثم انتصار السي بي، ثم تعادل. يعني الفريق مازال ما خذاش الريتم دو كروازير نتاعو، معناها نتاع الرحله نتاعو هكا زوز 3-4 انتصارات ورا بعضهم اللي يحطك في البانو كما نقولوا احنا. فرصه بعد انتصار شبيبه العمران بثلاثيه انك تدعم في النجم المتلوي اللي هو فريق الحقيقه محترم. نجم المتلوي لكن بعيد ياسر على نجم المتلوي. عم ناول تنشوفوه يعني خروج العديد والعديد من اللاعبين اللي صعب تعويضهم. احسن ظهير ايسر في الموسم الفارط مزهود مشى الى مصر. رشيد بوديان اخذته مستير. باستوري لاعب الوسط الممتاز والممتاز جدا مشى الدوري السعودي. بوعسيده للترجي الرياضي التونسي. نسيم شاشيه البونتا زاد فسخ. يعني الفريق فيه كثير والكثير من المتغيرات، والفريق المتلوي المباريات اللي لعبها في ميدانه الحقيقه كانت عنده بعض المشاكل وبعض الصعوبات. لعب 3 مباريات، عمل 0-0 مع السي بي في المتلوي. نحكيو هنا على مباريات المتلوي في المتلوي. ربح السي اس 2-1 وعمل 0-0 مع شبيبه العمران يعني في المتلوي. ديما نحكيو يعني نفهموا على 9 بوان بوسيبل، نجم يجيب 5. لم ينهزم متفاهمين لكنه لم ينتصر. يعني نفهموا انه الانتصار الوحيد اللي انتصروا ضد السي اس اس يعني باش تفهم اللي سي اون ايكيب دو كونتر اتاك. اذا كان هي مطالبه باش اني تصنع اللعب في بلادها معناها ضد فريق قريب لها في المستوى ولا اضعف منها شويه، ما ينجمش يلقى الاليات خاطروا فريق دفاعي نتاع انتقالات وانتقال هجومي تاع دي كونتر اتاك اكثر منه نتاع صنع اللعب. هذا ما مكنه انه يربح سي اس اس، وهذا ما مكنوش انه باش ينتصر ضد شبيبه العمران والسي بي على خاطرهم فرق جايه باش تسكر من تالي وهي اللي ناويه تلعب الكونتر اتاك. نجم المتلوي كونت يساجي باش انه هو ياخذ الكره وانه هو يصنع المساحات وانه هو يخلق الفرص، ما ينجمش. يلزموا يستنى الفريق في المكان المناسب باش يضرب. عماد بن يونس المدرب نتاعها فاهم الحكايه هذيا من الموسم الفارط الحقيقه، لكن زاد دعمها كما قلنا الموسم هذا لا لشيء يقل الامكانيات البشريه في صناعه اللعب. فما اقل برشا ميتريز فوتباليستيك في وسط الميدان وعلى الاروقه، لكن فما نقاط قوه تنجيو نحكيو عليها. معناها كل فريق راهو عنده نقاط قوه ونقاط ضعف، هذا مما لا شك فيه. احنا يهمنا ان احنا نكونوا حاضرين في لي كومبارتيمون اللي لازمنا نكونوا حاضرين فيها بالطريقه اللي يلزمنا نكونوا حاضرين فيها. باذن الله الامور تتعدى عال لكن البدايه باش تكون بالحديث على وسط ميدان فريق نجم المتلوي. حكينا عمناوي خرج رشيد بوديان الى المستير، وخاصه الحقيقه نعاود ونقولها راهو لاعب ممتاز وممتاز جدا. باستوري خرج، لكن باش تكون التعويض فواسي لاعب 6 مباريات من 6 ممكنه، يعني عامل كارتون بلان في المباريات والمشاركات نتاعو. وديامي باب يعني لاعب الارتكاز الثاني لاعب 5 مباريات من 6 عاده ضد مباريات كبيره ضد الترجي الرياضي التونسي ضد الملعب التونسي. يزيد القاسمي كتروازيام سنتينيل في بعض الاحيان باش يسكر له ماكسيموم. ربما غدا باش نتصوروا باش يلعبونا بثلاثه محور وسط ميدان باش يسكر له ماكسيموم نتاع لي سباس، وخاصه هذا في البناء الدفاعي خاصه هجوميا. اللعبه على الرواق يبدا عندك واحد كيما احمد ولاد باهيه لاعب ممتاز وممتاز جدا بدا من الكتار. هذا راهو قوس المسؤولين نتاع الانديه الكل وخاصه النادي الافريقي. كي تبدا عندك عين باش تشوف كيما الخميسي لاعب الملعب التونسي اللي كان ينشط في اتحاد منوبه الدوري الدرجه الثالثه والرابعه الموسم الفارط. نشوفوا في الكتار ولاد باهيه من الكتار مشى القفصه ومن بعد خذته نجم المتلوي. لاعب يساري عنده امكانيات كبيره، يلعب على اليمين يلعب على اليسار في المراوغات في تتبيع الكره في الرابيديتي. لاعب ممتاز وممتاز جدا. انا نرى انه يصلح حتى الجمعيات الكبار كي يلزمها تلعب لا كونتر اتاك. ما تنجمش تلقى خير من ولاد باهيه في المارشي لوكال، يعني في المتاح في اللاعبين نتاعك. نبي سيلا يلعب على اليمين نفس البروفيل، ولا ولاد باهيه اخطر برشا الحقيقه، لكن نبي سيلا سي لو جور دو جوور زاد اللي يحب يبروفوكي اون كونتر، يحب يخلق ليسباس، يحبك التوزيعات اون بلان كورس. معناها يلزم يفو فير تريز
اتونسيون على لي كولوار نتاعهم، راهو نقطه ضعفهم وقوتهم هو لي كولوار. من الاخر الوسط تلقاه مسكر يابس، دفاعيا يلزمك تيري البلوك نتاع لي سونترو نتاعهم اترافير اللعب على اليمين وعلى اليسار على لي بيرميتاسيون باش تلزهم يجلسيو ويخليو الهفوات في وسط الصندوق نتاعهم. وعلى الجناب هجوميا الحقيقه فريق قوي ومحترم يفرض الاحترام على الاقل. هوني توجيه نتصور للزعلوني ما نتصورش انه ينجم يعمل الحقيقه بريستاسيون خير من اللي ينجم يقدمها حسام حسن رمضان، اللي كل الاخبار تاكد انه جاهز بدنيا. تصور تبدا به هو اللاعب معدي فورم، معدي موسم ممتاز جدا الموسم الفارط مع فريق ترجي جرجيس، كان قائد فريق كاريمون، لاعب دو فورماسيون، لاعب روليور، لاعب رقم 10، ومن بعد طاح كونفيرتي معناها كان في اللي جون يلعب البوستوات الهجوميه، من بعد سي كونفيرتي كظهير ايمن وبيستون في 3-5-2. معناها ككاليتي دو باس، ككاليتي دو دريبل، ككاليتي نتاع هزان راس، نتاع التمريره الحاسمه موجوده عنده. هذا مهم ومهم جدا باش ما نلزوش، خاطر العديد حقيقه من التعليقات تجي مثال الزعلوني راهو اوكي ستاتيستيكمون خايبه، ما راهو جراي وقارح. هذا ما يعنيش الجري في العدو الريفي. احنا نحسبوا على 3 ولا 4 مواسم ولا 2 مواسم ولا اللي هو عامل 2 باس ديسيزيف شويه بالكل في الارتداد الدفاعي. هاني معاكم لا تنسوني، يعني حاضر لكن ببدنه مش بمخه، ما يعرفش يسكر، ما يعرفش وين يقف، ما يعرفش يقتل الهجمه دوب ما تبدا. نواصلوا التحليل. اذا النادي الافريقي مطالب غدوه باش انه يعرف كيفاش يتصرف في المباراه اترافير التشكيله الاساسيه. يكون الحقيقه كما قلنا وسط الميدان باش يلعب باثنين فوار 3 ارتكاز. نعرفوا انه وسط الميدان نتاع النادي الافريقي فيزيكمون تاعب. هوني الحديث على الزمزمي والصغير، شفناهم في دي دويل مع جمال موديابا ولا حسامادو في مباراه النادي الرياضي الصفاقسي. لاحظنا امكانياتهم البدنيه الضعيفه قدام اللاعبين الافارقه نتاع السي اس اس. ربما ما يلزمهاش تكون نسخه مطابقه للاصل من مباراة المتلوي. نعرفوا كما قلنا اللي عندهم زوز درامي باب وكواسي في الوسط راهم كاسحين فيزيكمون، راهم يمشيو للامباكت، راهم ما يخافوش، راهم يحطوا بدوناتهم. فاللعبة يلزمك تختار اللاعبين وسط الميدان الكاسحين اللي نجموا يعطيوك الاضافة، وكذلك حل اللعب على الاجناب. ربما يرتاح الخضراوي، يتحط الزمزمي عفوا يتحط ايت مالك على الكولوار، تعطي اكثر فيفاسيتي. كين زومبي كونفيرمي خليه معناها هذا اهم الملاحظات. البونتو اذا كان ما جاش من الاول اصبر على ماهوش المباريات الكل باش تحضر لك اك لونتام بارفيت، اك المباراه الايديال اللي في عالم المثل تمركي من ال5 دقائق الاولى الجارديان تضرب في ال10 دقائق الاولى نتاعهم. لا فما مباريات تربح في 90، فما مباريات نجم تلقى تفك الشفره قبل الميتون. ما تعرفش عليها لازم يكون حاضر لي بروبابيليتي الكل، لازم يكون جاهز باش انك تصنع الديفيرينسا في كل وقت من اوقات المباريات. فوزي البنزرتي لازم يكون رياكتيف وسط الاطراف حتى في لي شونجمون نتاعو. فما دي شونجمون حسيناهم زايدين الحقيقه كي تهبط الصرار فيه ما ينجمش يعطيك الاضافه، على الاقل ما عطاش الاضافه المرجوه وانت رابح في النتيجه. ربما ندخلوا انيسياسيون لاعبين جدد ناقصين طون دو جو وما ريناهمش، خير برشا من ان نجربوا لاعبين مستوفين الى حد الان. هذا اهم عنا في المباراه هذيا. قبل ما نختموا جوست ملاحظه صغيره، شوفوا 40% قرابه منكم يتفرجوا في الفيديوهات الكل وما همش عاملين ابوني. يا ريت كان تعمل ابوني، اولا يوصل لك جديد وتفعل الجرس، يوصل لك انت جديد لحظه بلحظه وانا تعاوني في الريفيرونسمون. شكرا لكم. نتقابلوا ان شاء الله بعد المباراه غدوه ان شاء الله. زينه للنادي الافريقي. يلزم انك تلعب المباراة عبارة مباراة كأس، تفهم انه راهو المرواح ب3 نقاط هو الوحيد الكفيل باش انه يخليك تطمح وتطمع وباهي طمع في المراتب الاولى. تنجم مومونتانيمون تبات متصدر ولو انه مازالت معناها احنا توا في ربع الموسم، لكن مهم جدا انك في كوكبه الصداره وما تخليهاش من اول الموسم ان شاء الله لاخر الموسم. يعطيكم الصحه ان شاء الله مربوحه. نتقابلوا غدا ان شاء الله.